اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعرف ازاي نعمل النص البطيخه دي. مش هتاخد مننا لا وقت ولا ماتيريال ولا اي حاجه خالص. اول حاجه هنعمل دايره سحريه. انا استخدمت خيط اليزا ديفا وابره مقاس 2. تمام، هدخل الابره تحت الخيط وهنلف الخيط على الابره ونسحب اول غرزه. تمام، وبعدين بالراحه جدا هوقع الدايره من على ايدي وهشدها بالراحه عشان اقدر اتحكم فيها. تمام، وهنبدأ بقى نشتغل أول غرزة حشو. عندي خلي بالكم أنا بلف الخيط تحت الإبرة، يعني مش بلفه عليها، لا أنا باخد الخيط من تحت الإبرة. بصوا من تحت الإبرة كده 2 غرزة حشو. أنا المفروض هعمل 6 علشان ال6 دول هما اللي هبني عليهم كل حاجة بعد كده، فلازم نتأكد ان هما 6. لازم نعد كويس قوي قوي قوي. تمام كده خلاص انا عملت ال6. هنسحب الطرف القصير علشان نقفل الدايرة كويس، ولو اتفتحت مني بعدين اقدر اسحبه برضو تاني. فاول غرزة هنا هنعمل 2 غرزة حشو اللي هي اسمها تزايد. هعمل ايه؟ 2 غرزة حشو في كل غرزة من ال6 بتوعي، يعني المفروض بنهاية الصف ده يكون عندي 12 غرزة. تمام، هتسمعوني بعدين بقول مجموعات، يعني هنشتغل 6 مجموعات. ال6 غرز اللي كانوا عندي دول لما هنشتغل بعدين هنسميهم بعد كده مجموعات. انا كده عملت مجموعتين، ودي تالت مجموعة. في كل مجموعة بعمل فيها 2 غرزة حشو او غرزة واحدة بس تزايد. اوكي كده عملت 3. دي المجموعة الرابعة، يعني كده عندي 8. وبعدين دي المجموعة الخامسة، كنت عملت 8 غرز، يبقى انا كده عندي كام؟ عندي 10. واخر مجموعة هنعمل فيها اخر غرزتين علشان يبقى التوتال بتاعي كله 12. تمام جماعة، العد اهم حاجة، لازم نعد كتير جدا جدا طول ما احنا شغالين. خلاص كده 6 مجموعات مظبوطين و12 العدد مظبوط. الصف اللي بعد كده هنشتغل برضو 6 مجموعات، بس الاول نسحب علشان نقفل الدايرة بتاعتي. كل مجموعة مكونة من غرزة واحدة حشو، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها تزايد او 2 غرزة حشو في نفس المكان. دي المجموعة الاولى. فاحنا اتفقنا هنشتغل كام مجموعة؟ هنشتغل 6 مجموعات. اشتغلنا واحدة اهي. الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها غرزة واحدة بس، وبعدين اللي بعدها هنعمل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان اللي هو التزايد. ودي كده تاني مجموعة عندي. هنكمل بنفس الشكل ده لحد ما تخلصوا كل المجموعات او كل الغرز اللي عندكم، وهشوفكم بعد ما نخلص ان شاء الله. بنهاية الصف ده المفروض يكون عندي 18 غرزة. تمام، لازم نعد كويس. انا كنت نسيت استخدم ماركر، فالافضل ان احنا نستخدم ماركر. فاحنا هنجيب لون تاني من اي لون، اي قطعة خيط قصيرة جدا مش مشكلة حتى، هنحطها بس عشان نحدد اول الصف واخر الصف. تمام، هنحطها زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نشتغل عادي جدا، مش هتفرق مكانها، احنا بعدين هنسحبها بسهولة خالص. هنشتغل 6 مجموعات تانيين، في كل مجموعة غرزة حشو، وبعدين 2 غرزة حشو في نفس المكان اللي هو التزايد، وبعدين غرزة حشو واحدة. يبقى المجموعة الواحدة غرزة حشو، غرزة تزايد، غرزة حشو. كده أنا خلصت مجموعة. تعالوا نبدأ في المجموعة التانية. هنعمل غرزة حشو واحدة، وبعدين غرزة تزايد، 2 حشو في نفس المكان، وبعدين غرزة حشو كمان. دي تاني مجموعة، لازم نعد كويس. تمام، غرزة حشو واحدة، غرزة تزايد، وبعدين غرزة حشو واحدة بس عشان نخلص المجموعة دي. دي كده الصف التالت بتاعنا. المفروض لما نخلصه ان شاء الله يكون عندنا 24 غرزة، برضو لازم نعد كويس قوي. تمام، دي كده مجموعة كمان خلصت. نبدأ مجموعة جديدة، واحدة غرزة حشو، واحدة تزايد، وواحدة غرزة حشو بعديها.
تمام. خلاص كده مجموعة كمان غرزة حشو، وبعدين غرزة تزايد، غرزتين حشو في نفس المكان، وبعدين اخر حاجة عندي هنعمل غرزة حشو واحدة، وبكده هبقى انا خلصت المجموعة الصف ده، والمفروض التوتال بتاعي هيكون 24. هنجيب الماركر بتاعي على قدام وهنبدأ نشتغل في الصف الجديد. الصف الجديد برضو 6 مجموعات، كل مجموعة 3 غرزة حشو وبعدين غرزة واحدة تزايد، اللي هو 2 غرزة حشو في نفس المكان كده، 2 غرزة حشو وبعدين 3 غرزة حشو وبعدين غرزة التزايد. احنا كده خلصنا المجموعة الأولى. دايما هنشتغل 6 مجموعات زي ما قلتلكم. اوكي، المجموعة الجديدة غرزة حشو واحدة، بعدين 2 3 وبعدين التزايد عشان نقفل المجموعة، وهنكمل بنفس الشكل لحد نهاية الصف بتاعي. المفروض بنهاية الصف ده هيكون عندي 30 غرزة، لازم نعد كويس والأرقام تكون مظبوطة معانا. تمام. هنكمل بقى بنفس الطريقة وهشوفكم في آخر الصف إن شاء الله. المفروض ان هنا هيكون اخر غرزة تزايد. تمام، اشتغلنا واحدة، في التانية هنسيبها مفتوحة لان ده وقت تبديل الالوان، هنبدل اللون الابيض. تمام، فانا ما قفلتش الغرزة علشان تبديل الالوان يطلع مظبوط معايا، لازم اسيب اخر غرزة مفتوحة كده. وهجيب اللون التاني بتاعي وهشتغل احطه على ايدي كأن هو الخيط الاساسي عادي جدا، وهنسحبه بره الدايرة بتاعتي او بره الغرزة بتاعتي. بس كده انا كده غيرت اللون من غير ما ابوظ الشكل. خلاص الماركر ده انا مش هحتاجه فهسحبه خلاص. ماشي، علشان خلاص ده اللون الجديد فهو هيبقى ماركر لوحده يعني. شدوا بقى الخيط كويس وهنشتغل الخيطين على بعض علشان نأمنهم وما يطلعوش خالص. تمام، هنعمل الصف الجديد هيبقى برضو 6 مجموعات، كل مجموعة 2 غرزة حشو، غرزة تزايد وبعدين 2 غرزة حشو. بتوتال الصف كله لما يخلص هيكون 36 غرزة ان شاء الله. كده 2 غرزة حشو، خلي بالكم انا شغالة على الخيط الابيض والاحمر ورا علشان نمسكهم وما يفكش مننا. الغرزة دي مفروض تكون تزايد، انا كده مش محتاجة اكمل ماشية على الخيط بتاعي عادي. خلاص هو كده مش هيطلع خالص، احنا هنقصه ومفيش مشكلة بقى. ما تسحبوش جامد علشان الغرزة ما تضيقش منكم، انا هنا سحبت جامد بس قدرت اعالجها. احنا المفروض ما نسحبش جامد كده. تمام، هنقص بقى الخيط الزيادة. ما تخلوش خيط زيادة طول ما انتوا شغالين لانه هيضايقكم هيتكعبل منكم، فلازم نبقى ايه محافظين على الشغل يعني الى حد ما، منسق كده من ورا. تمام، دي انا بحب اسيبها دايما علشان لو فكت مني قبل الحشو اشدها جامد. طيب هنكمل بقية المجموعة. كنا عملنا 2 غرزة حشو وغرزة تزايد، الغرزة اللي بعد كده هتبقى غرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو، وكده هبقى انا قفلت المجموعة بتاعتي. يبقى انا كده هبدأ المجموعة التانية، هتبقى 2 غرزة حشو، دي غرزة وغرزة كمان وبعدين غرزة تزايد وبعدين 2 غرزة حشو، 1 2 في الغرزة اللي جنبها. بس هنكمل بنفس الطريقة وبنفس عدد الغرز كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نوصل لآخر الصف اللي هو كان قبل أول غرزة بيضة كانت عندنا. تمام.
اخر غرزة هنا المفروض ان انا هسيبها مفتوحة علشان انا هبدل الالوان وهجيب اللون الاخضر. تمام، فانا كده قفلتها، المفروض ان انا افتحها. تمام، علشان نجيب بقى اللون الاخضر وهنبدأ نشتغل بيه نفس اللي عملناه في الاحمر في الابيض هنعمله في الاخضر. هنسحب الخيط بره اللون الابيض عادي. تمام، كأنه هو اللون الاساسي بتاعي، اسحب شوية. هنشتغل الابيض والاحمر على بعض كام غرزة بس علشان نأمنهم. هنعمل ايه؟ بصوا انا قلت لكم ما تشدوش، انا لما شديت هنا الغرزة بقت ضيقة ازاي. تمام، فاحنا الافضل ما نشدش ايدينا خالص عشان ما تبقاش ضيقة بالشكل ده. رخوا ايديكم وانتوا شغالين علشان تطلع مظبوطة وشكلها حلو. الست مجموعات الجايين كل مجموعة هتبقى عبارة عن 5 غرزة حشو وبعدين غرزة واحدة تزايد. تمام، دي كده. خلوا الخيط من ورا، ماشيين عليه من ورا كده. 3، بعدين 4، وواحدة كمان 5، وبعدين هنعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان اللي هو التزايد. ودي كده أول مجموعة من ال6 بتوعي. تمام، هنكمل بنفس الشكل تاني، بنفس العدد بتاعي، 5 غرز حشو وبعدين غرزة تزايد. 1، 2، 3، 4، و5، وبعدين التزايد. تزايد يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. وبعدين هنكمل بقى لغاية آخر الصف تاني، لغاية آخر اللون الأبيض بنفس الشكل وبنفس العدد. تمام، وهشوفكم إن شاء الله لما نخلص العدد كله. كده المفروض ان احنا خلاص قفلنا الصف ده كله بتوتال غرز. المفروض هيكونوا 42، ولازم نعد كويس ونتأكد ان ارقامنا صح. الصف الجديد هنعمل ايه؟ هنشتغل 6 مجموعات، كل مجموعة 3 غرزة حشو. كده عملت ال3 بتوعي، وبعدين غرزة تزايد، وبعدين 3 غرزة حشو كمان. يبقى كل مجموعة هتكون عبارة عن 3 غرزة حشو، واحدة تزايد، 3 غرزة حشو. لما هنخلص الصف ده المفروض هيكونوا 48 غرزة. في كل مرة بنزود 6، يعني لو حسيتي ان انتي تايهة ونسيتي الارقام كل مرة زودي 6. ابدأي من اول 6 عندك وقعدي زودي عليهم 6 لحد ما توصلي للصف اللي انت فيه. تمام، او اسهل حاجة عدي المجموعة بتاعتك كام غرز واضربي في 6 هيطلعلك الرقم برضو. تمام، هنكمل بقى بنفس الشكل ده لغاية لما نوصل عند اول غرزة كانت عندي. تمام، يبقى الصف ده المفروض يكون كام؟ المفروض يكون 3 غرزة حشو، غرزة تزايد، 3 غرزة حشو. اوكي، لما نوصل للاخر هنقف علشان نبدأ نقفل في البطيخة علشان تطلع لي نص البطيخة بتاعنا.
كده خلاص احنا قفلنا البطيخة بتاعتنا، ومش هنحتاج نزود غرز ولا صفوف اكتر من كده. هنقص الخيوط اللي هي الزيادات مش هنحتاجها خلاص. تمام، بس بعد طبعا ما نكون اشتغلنا عليها كذا غرزة، ما نقصش قريب من الغرزة خالص. يلا بينا. هنقص الخيط بقى الاخضر، بس خلوا فيه طرف طويل علشان ده هنخيطه. تمام، فلازم تكون يعني الطرف طويل، ما نضطرش في النص الفتلة تخلص مننا فنعمل ويبقى فيه قطعة والكلام ده كله. تمام. هنسحب بقى الخيط بره علشان طبعا نأمن الغرزة وما تفكش مننا خالص. هنسحب، وبعدين هجيب إبرة الكنفة أو اسمها إبرة تنظيف. المهم إن الإبرة دي مهمة جدا جدا علشان التنظيف بتاعنا. هنتني الدايرة بتاعتي بالنص كده، هي بقت شبه البطيخة، ناقصها بس البذور السمراء أو اللب بتاعها. هنجيب الإبرة، قلت لكم الإبرة دي أبدا ما بنستغناش عنها، يعني هاتي منها 2 3 خليهم معاكي على طول. وهنشتغل دايما من الطرف الداخلي بتاع الغرزة، مش هاخد الغرزة كلها. تمام، يعني بصوا دي التقفيلة بتاعتي اهي، الغرزة اللي بعديها على طول انا هدخل فيها الابرة. تمام، من نص الغرزة مش من بره، مش من الطرف بتاعها. نتنيها بقى، والغرزة اللي قصادها على طول، شايفينها اللي قصادها على طول، هاخد برضو طرفها الداخلي كده من جوه، وهنطلع الابرة بتاعتي. وبس هنقفل على كده بقى، كل غرزة باللي قصادها، كل غرزة باللي قصادها، بس من جوه الغرزة. معلش كانت بره شوية، من جوه الغرزة مش من براها. تمام، واضحة كده. الغرزة اللي جنبها على طول، ما نفوتش غرز عشان الفايبر ما يطلعش مننا. ايوه، بس كده. تمام، ممكن نسحب يعني شوية، وممكن نسيبها نسحبها كلها في الآخر عادي، مش هتفرق معانا. هي دي الأطراف بتاعتي، وهنكمل على كده لحد قبل يعني ايه، بعد النص بشوية كده علشان نحط الفايبر. انا هنا بصوا بشد، بس بنشد برضو بالراحة. تمام، يبقى قبل ما نوصل عند النص، سوري، بعد النص بشوية هنقف، مش هنقفل علشان هنحط الفايبر. في الغرزة دي هنقفلها، وبعدين هنبدأ نحط الفايبر بتاعنا. تمام، دي اخر غرزة عشان ايه نقدر نتحكم ان الفايبر يوصل للقطعة كلها، يعني ما يبقاش في حتة ما فيهاش وحتة فيها. بالنسبة للجزء اللي طالع ده فهو طالع بس بسبب التقفيلة بتاعتنا، بس احنا هنعملها بالخيط لما نخلص ان شاء الله، عادي ما فيش منها مشكلة. هنجيب الفايبر بقى ونبدأ نحطه. تمام، بحاجة رفيعة عشان توصل لجوه خالص، مقص الإبرة أي حاجة رفيعة تقدري تتحكمي فيها. بصوا نصيحة، يعني مش هنحشي كتير قوي فايبر ولا هنقلل خالص. لو حشينا كتير بتحصل مشكلة ان الغرز بيبقى فيها فراغات، يعني ايه بيبان الفايبر من جوه، فدي حاجة احنا مش عايزينها تحصل. ولو حشينا قليل فالغرزة القطعة نفسها مش هتطلع حلوة. تمام، فاحنا دخلنا شوية. تمام، دول طبعا كانوا شوية قليلين، احنا لسه هنزود تاني. هنقفل شوية وبعدين نحط تاني، نحط شوية كمان علشان يبقى شكلها حلو. اوكي، هي لسه محتاجة، فانا بحط.
بس ما نكترش خالص. خلاص كده حشينا كويس عشان برضو ما تطلعش وانا بقفلها. تمام. خلوا الحشوة دايما لجوه، وهنقفل اخر جزء وبعدين نسحب كويس. لو حسيتوا ان هي لسه محتاجة شوية ما فيش مشكلة، المهم ما يبقاش فيه فراغات في الغرز خالص. اخر غرزة خالص. وبعدين انا عديتها من الناحية التانية، خلي بالكم يعني انا طلعتها من الناحية التانية. اخر قطعة اخر حاجة دي هندخلها كده من جوه، بحيث انها ايه ما تبانش خالص، وفي نفس الوقت تبقى مأمنة لي الغرزة بتاعتي اهي، ولا باينة ولا اي حاجة. هنقص الخيط علشان خلاص احنا كده خلصنا، وهنجيب الخيط الاسود علشان نعمل البذور بتاعتنا. اوكي. دي البطيخة بتاعتي اللي كنت عاملاها قبل كده. هنجيب بقى الخيط الاسود، ماشي، ونربط كويس علشان ما تفكش. دخلوها من اي غرزة من النص يكون افضل، لانها بتبقى ماسكاها شوية يعني، وما بتبوظش الغرزة لان هي كده كده واسعة شوية. هنداري بقى اللون بتاعي. وبعدين في طريقتين تقدروا تعملوا بيها اللب او البذر بتاع البطيخ. الطريقه الاولى هي طريقه منظمه، يعني مش بطريقه عشوائيه. تمام، ان انا بحطهم جنب بعض بالظبط، بس بصراحه انا بحب الطريقه العشوائيه، يعني انا عملت لكم دي وعملت لكم دي. انتوا بقى براحتكم اختاروا اللي انتوا عايزينه. دي كده بشكل منظم شويه، 3 و2 فوق وبعدين واحده ومش عارفه ايه. بس انا بحب العشوائيه بالذات في الحاجات اللي زي كده يعني. طبعا ده حاجه ترجع لكم، يعني عايزين تعملوها كده اوكي، مش عايزين براحتكم. هنا هعمل شويه عشوائي، زي ما تيجي، واحدة نايمة واحدة عاملة كده. نكمل برضو البذر بتاعها، عايزين تزودوا البذر اكتر من كده مفيش مشكلة عادي خالص، يعني الموضوع بقى براحتنا. هنا مفيش عدد معين احنا ماشيين عليه. فايبر واحنا شغالين ممكن يمسك في الخيط شوية، فهيبقى صعب ان احنا نشده، يعني ما نشدوش جامد. تمام، هو مش صعبة يعني، مش قصدي صعبة، هتبقى بس ايه ماسكة شوية، بس ما نشدش جامد. بس كده خلاص البطيخة خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي انتوا محتاجين ايه تاني في الكومنتس. شكرا ليكم، سلام.